في تحد جديد نجحت هيئة قناة السويس في عبور أكبر سفينة صب محملة منذ إنشائها، حيث عبرت القناة أمس السبت 22 من سبتمبر 2012 ناقلة الصب العملاقة ماكسي برازيل، وهي أكبر سفينة صب محملة تعبر قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869. بلغت الحمولة الساكنة للسفينة 265 ألف طن، وكانت تحمل شحنة من الحديد الخام قادمة من أوكرانيا متجهة إلى الصين. يبلغ طول السفينة 320 مترا وعرضها 54 مترا، وعبرت بغاطس 62 قدما. مثل عبور تلك الناقلة تحديا كبيرا لإدارة القناة نظرا لضخامتها، حيث تم إجراء العديد من الدراسات الفنية والحسابات الدقيقة قبل عبورها، هذا وقد تم السماح بعبورها بشكل استثنائي بأمر من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لجذب تلك النوعية من السفن لعبور القناة، خصوصا مع تنامي الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب على الحديد الخام من منطقة البحر الأسود.